مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. استبعاد فتح حوار جديد حول إصلاح صناديق التقاعد، وهذا ما أكدته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. استبعدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح فتح حوار جديد حول إصلاح صناديق التقاعد، وشارت إلى أن الحوار تم وخد سنوات وحان وقت البحث عن حلول. وضافت أن الحكومة غتقدم عرض ديالها للنقابات وباقي المتدخلين وغتستمع للعروض ديالهم. وقالت الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية خلال ردها على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين أنه حان أوان لمعالجة ملف أنظمة التقاعد. وأكدت أن وضعية الصناديق وبالرغم من أنها متفاوتة إلى أنها مقلقة. وشارت إلى أن الحكومة شاركت جميع الدراسات والأرقام بخصوص وضعية الصناديق مع جميع الشركاء خلال مناقشة قانون المالية. ووصل الوقت اليوم باش يكون البحث على حلول مع النقابات المعنيين بهذا الملف. وسجلت أن الحكومة عندها عرض غتقدمه للنقابات. وأكدت الوزيرة أن الحكومة كتعتمد الوضوح والصراحة في هذا الملف وليس الغموض، وذلك ردا على النائب عن الفريق الحركي إبراهيم عبا، واللي شار إلى أن صمت الحكومة إزاء هذا الإصلاح غيؤدي إلى ارتفاع التكلفة ديالو وغيصعب الحوار الاجتماعي مع النقابات. وسجلت الوزيرة أن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد وصل هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم. ودعت المؤسسات التشريعية إلى مواكبة الحكومة في هذا الإصلاح من أجل الخروج من هذا المشكل.